أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أجندة الأحداث. وبنفتح معاكم صفحات أجندتنا وبنقول العمل الصالح والعشر الأوائل من ذي الحجة. معي ومعكم اليوم دكتور عصام مبروك من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا اهلا دكتور. وسهلا، اهلا وسهلا بك يا استاذه بشرى أهلا بيك يا والساده دكتور عصام. المشاهدين. أهلا بحضرتك، شرفتنا وشرفت الله أسرة يبارك فيك، الله يعزك. برنامج أجندة الأحداث. اهلا والساده المشاهدين. النهارده موضوع حلقتنا بيدور حول العمل الصالح والعشر الأوائل من ذي الحجة. وبما إننا في الأيام المفترجة دي، فكان ده موضوع حلقتنا النهارده. فيا ريت تقول لنا كده من منظور الفقه والسنة، إيه هي فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين وامام الانبياء والمرسلين سيدنا محمد، ورضي الله عن صحابته الكرام ابي بكر وعمر وعلي وعثمان، ورضي الله عن ال بيته الاطهار الاخيار الكرام. اللهم ارض عنا برضاهم، واحشرنا في زمرتهم وتحت لواء حبيبهم، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والله يا دكتورة بشرى، طبعا بالنسبة لفضائل العشر الأولى من شهر ذي الحجة، هي يعني لا يتسع لها المقام، والكلام فيها كثير جدا جدا. فمن أهم ما جاء في هذه الأيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح مسلم وعند الإمام البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني الفضائل العشرة الأيام دولت لهم فضائل كبيرة جدا. يعني منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والعبادة احنا والاستغفار. بنقول العمل الصالح يا دكتور. يعني أنا لقيت على مواقع السوشيال ميديا، كان أذكر للشيخ مبروك عطية، ناس كتيرة هاجمته جدا على مواقع السوشيال ميديا، إن هو بيقول إن العشر أيام من ذي الحجة، العشر الأوائل، الصيام فيهم مش فرض. هو فعلا أنا شايفة إن الصيام مش فرض. مش عارفة حضرتك بقى ممكن تقول طبعا إيه؟ احنا بنتفق فلقيت لغط في حاجات كتيرة جدا. هو فاحنا عايزين نشيل اللغط ده من عند الناس، ونشوف العمل الصالح ايه اللي ممكن يكون في الايام دي، وهل الصيام فرض ولا سنة ولا واجب ولا ايه بالظبط؟ بنتفق طبعا مع فضيلة الأستاذ الدكتور مبروك عطية، وهو شيخنا الجليل طبعا وأستاذنا الكريم، فيما قاله. قال إن أيام العشر الأولى من ذي الحجة ليست كما يقول أو يزعم البعض أو يظن الكثير ويقول صيام العشر الأولى من ذي الحجة. يعني زعم كتير من الناس وظن كتير من الناس إن هي الصيام فريضة، فهماني؟ فهو الأستاذ الدكتور تفضل مشكورا وبين إن هو ليس فريضة، يعني شهر رمضان بس هو الفريضة، أنت فهماني؟ فهي الصيام في العشر الأولى من ذي الحجة مستحب وسنة في نفس الوقت. يعني مستحب للإنسان أن يصوم في العشر الأولى من ذي الحجة، ويكثر فيهن من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث آخر، في حديث فيما معناه ان كتر يعني التحميد والتهليل والتكبير نعم في هذه الأيام. نعم. لو حضرتك بقى تقول لنا نص الحديث. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل من هذه الأيام. قال ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل.
أنا عايز بقى نوضح صدق هنا رسول الله. الحاجة اللي زي دي. التكبير هو يعني أن تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. أنت واخد بالك؟ والتحميد سبحان الله وبحمده، أو تقول الحمد لله. والتهليل لا إله إلا الله. ويستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام. طب ليه ربنا اختص الايام دي بالذات، العشر ايام من اوائل من ذي الحجه في العمل الصالح؟ لأن هذه الأيام هي نشارك فيها مناسك الحجيج، وهم يفعلون ويؤدون مناسك الحج، اللي هو قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك الأمة بفعلها وعملها مع الحجيج وهم يؤدون مناسكهم، حتى يشاركوا في الفضل العظيم. يعني المقصد لذلك كان الثواب مضاعف والحسنة مضاعفة، انتم فاهماني؟ والأجر مضاعف في هذا في الشهر. هذه الايام ان احنا نستغلها في العمل الصالح بجميع اشكاله، بكل جميع أصنافه وأنواعه، وليس عمل معين. فهماني؟ حتى لو بر الوالدين، حتى لو نعم، صلة الرحم، صلة الرحم، حتى الأقارب، لو الكلمة الطيبة. كلمة طيبة، نعم نعم. كل هذه الأعمال التي تقربك إلى الله عز وجل فهي أعمال صالحة، حتى ولو سرور تدخلها على مسلم. طب معايا تليفون. ألو. الو. ألو. أستاذ عاطف. اهلا بيك، ازيك يا استاذه بشرى؟ أهلا بحضرتك أستاذنا المخرج المسرحي الكبير أستاذ عاطف عباس، أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه، ازيك صح؟ أهلا بحضرتك. وسعيد بضيفك النهارده الدكتور عصام. وحشنا والله. الله يبارك. وحشنا. الله يبارك. ازيك يا دكتور؟ شكرا، الله يبارك فيك. ازيك يا استاذ عاطف؟ الله يبارك فيك. الله يخليك، اخبارك ايه؟ وحشني والله العظيم، وحشني من نهار الهديه والما قدمتنا في الادب والشعر وكده. الله يحفظك. الله يبارك. أستاذ عاطف غني عن التعريف. الله يبارك فيك. الله يخليك. وحشنا ونور الصحه والجمال كلها. ربنا يديك الصحة يا أستاذ عاطف. ليك أي سؤال ولا؟ أنا سعيد بس بوجود الدكتور عصام، وكنت حبيت أعمل مداخلة أهنيه وأقول له كنت وحش صحة وجمال ونورتنا. الله يبارك فيك، وحلقة ممتعة دايما. الله يبارك. ربنا يخليك، كل عام وأنت طيب. شكرا. الله يبارك. شكرا لحضرتك. شكرا يا أستاذ عاطف. الله مع السلامة. العفو يا دكتور، مع السلامة. شكرا يا أستاذنا. اتفضل يا دكتور نكمل. نعم، اتفضل. فالأعمال الصالحة يعني ليست متوقفة على أي عمل، وإنما أعمال مطلقة. يعني كثرة الصلاة وكثرة الصدقة وكثرة صلة الأرحام والصلاة والناس نيام وقيام الليل وكل أعمال البر كلها. يعني فهماني؟ يعني مش شرط عمل معين يعني يكون عمل صالح زي الناس اللي هي مقتصرة على موضوع الصيام بس. الصيام فقط. برضه بنيجي نشوف في الايام دي اللي هو صيام يوم عرفه من ضمن العشر ايام. فيا ريت تكلمنا عن فضل يوم عرفه والصيام في اليوم ده، على حديث برضه فيما معناه ان هو بيغفر سنه قبله وسنه بعده. فيا ريت تكلمنا عن يوم عرفه يا دكتور. يوم عرفه له فضل عظيم وكبير. يعني هو أصلا من الأيام العشر من ذي الحجة، وليه فضل كبير جدا ويعني يتسع الكلام فيه. ومن أهم ما جاء في يوم عرفة هو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى أيضا كما قلنا، والتهليل والتكبير والتحميد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أفضل الذكر يوم عرفة، وأفضل الدعاء أيضا في يوم عرفة أن يكثر الإنسان من الدعاء ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي أهل الأرض بأهل السماء. يعني يباهي الله عز وجل يعني بملائكته أهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا ضاحين بأنفسهم يرون رحمتي ولم يرى عذابي، فما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. يعني هو يوم العتق من النار. طب معانا أستاذة أمل
من المنيا. ايوه السلام عليكم. ايوه ممكن اتفضلي. اتواصل مع الشيخ بعد اذنك؟ اتفضلي. يا فضيلة الشيخ، انا عايزه اسال سؤال هو بره موضوع الحلقه يعني. لا انا معايا اهل جوزي عايشه معاهم، بس هم ما يكلمونيش، يعني اودهم وكده بعينهم يقطعوا معايا ويتكلموا يتريقوا على منظري على شكلي، على يقعدوا يتريقوا عليا، يعني كحاجات منهم كثيره وما تصدر منهم، حتى في الايام الكبيره اللي هم فيها دي مش ما يكلموني ولا اي حاجه كده هوتي، اما اخد في نفسي أنا يعني، ولا يكلموا ولادي ولا معتبرين ان انا من البيت ولا من اي حاجه خالص. شكرا استاذه امل، والشيخ هيجاوبك. والله هو بالنسبة للخصام يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني وخصيصا في هذه الأيام. يعني من أعمال يعني هذه الأيام التي تتنزل فيها الرحمات. احنا بنقول العمل الصالح فيها والعمل اقل الصالح حاجه الكلمه الطيبه. والعمل الصالح فيها يعني المفروض يكون هناك للناس بحالها في هذه الأيام نزع الخصومات وصلة الأرحام وتصفية القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم من يبدأ بالسلام. يعني هم ما بيكلموهاش أو معادينها أو غيره، تكلمهم يعني وهم ياخدوا الوزر، يعني عليهم الوزر. أنت فاهماني؟ وهذه الأيام يا أستاذة بشرى لابد إن أنا نشير لها بصفة عامة وليس للسائلة فقط. انت واخده بال حضرتك؟ أيوة. وجوه الخصومات في الناس متعدده، يعني والعداء متكرر وكثرت في هذا الزمن، وكثرت في هذا الزمن يعني اللي احنا فيه كثرت من غير اي شيء. يعني الناس بتكره نفسها من غير اي حاجه، وبتعادي نفسها، ومخاصمات والادد وخصومه وغير كل حاجه. الا يعلموا ان تصفيه القلب وتصفيه النفس قربه إلى الله سبحانه وتعالى بيتعبد بها الإنسان كالصلاة والعبادة وغير ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصدقة والصلاة والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين يعني ألا وإن فسادها هو الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يعني فهماني؟ يعني الخصومات ضياع للدين. يعني النفوس لما بتشيل من بعضها بيوقف العمل، يعني يرفع العمل يوم الاثنين والخميس. ما هي اهم حاجه رب فيغفر الله سبحانه وتعالى إلا لمشرك او مشاحن، يعني الا لواحد في بينه وبين اخوه ضغينه او اسم او عدوان او غير ذلك. يعني فاهم قصدي؟ ربك رب قلوب يعني. يعني المقصود اهم حاجه اصفي النيه في ده الاول وفي الاخر عشان اقدر ان انا من اهم الاعمال الصالحه اللي من خلال هذه الايام نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. تصفيه النوايا، تصفيه القلوب والنفوس والجواهر من جوه. لان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى ما في قلوبكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالقلب محل نظر الله تبارك وتعالى، ولا يرفع عمل الا اذا كان القلب خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. طب يا دكتور نكمل معانا بقى فضل يوم عرفه. فضل يوم عرفه طبعا يا استاذه بشرى، يعني من فضائل يوم عرفه انه يستجاب فيه الدعاء. يعني يكثر فيه الواحد فيه الدعاء، فإن الدعاء فيه مستجاب. طب ايه الادعيه يا دكتور اللي ممكن اللي تستجاب، او الادعيه اللي انا ادعيها في يوم عرفه؟ يعني في ادعيه معينه ممكن ادعيها في يوم عرفه؟ لا، ليس هناك ادعيه معينه. يعني الانسان لو قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وبحق هذا اليوم العظيم المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه. يعني لأن هذا اليوم يوم المغفرة. انت واخد بال حضرتك؟ ولذلك لما في هذا اليوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات لأمته يوم عرفة. انت فاهماني؟ فسمع مناديا من قبل الله تبارك وتعالى يقول له: إن الله سبحانه وتعالى غفر لأمتك يا محمد ما عدا الظالم. ما عدا الايه؟ ما عدا الظالم. قال: يا رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتلقى الجواب من عند الله عز وجل، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمزدلفة.
فماني؟ أيوة. فتلقى الجواب من قبل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لأمتك يا محمد، حتى الظالم والمظلوم وغيره غفر له. نستأذنك يا دكتور نطلع. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنواصل لقائنا مع دكتور عصام مبروك من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. نكمل معاك يا دكتور فضل يوم عرفة. احنا كنا وقفنا يا دكتورة بشرى عند يعني أن هذا يوم عرفة من ضمن أيام المغفرة، وأيام المغفرة مش للحجيج بس، انت فاهماني؟ للكل جميع الأمة. إذا كانت الأمة بحالها تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها. ومن أهم ما جاء يعني نستكمل ونستطرد الحديث كنا متوقفين عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا لأمته عشية عرفة واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، رأى عدو الله إبليس يحث التراب على رأسه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه أبو بكر وعمر، يا رسول الله ما أضحكك؟ أضحك الله سنك، يعني أدام عليك السرور ما والبهجة. يعني ما كنت لتضحك في هذا الموطن أو في هذا المكان. فقال إن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل المشعر الحرام وغفر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمني؟ فجاء عدو الله إبليس يحث التراب على إيه؟ على رأسه، ويدعو على نفسه بالويل والصبور، يعني عمال إيه؟ يلطم ويعني زي ما بنقولوا كده يعني، ويحط على إيه؟ على رأسه تراب، علشان إيه؟ علشان ربنا غفر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. يبقى أول حاجة إيه؟ أنه يوم عرفة يمتاز بيوم المغفرة الشاملة. انت واخد بالك؟ ولذلك لما قال في من حديث انس وحديث سيدنا بلال ايضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه انس بن مالك، قال لبلال انصت لي الناس في يوم عرفه وكادت الشمس ان تغرب او تؤوب. انت واخد بالك؟ فإن الله سبحانه وتعالى غفر لأهل عرفات والمشعر الحمر أو الحرام وضمن عنهم التبعات. انت فهماني؟ فقال عمر رضي الله عنه ألنا خاصة يا رسول الله؟ قال لا ولكن عامة، هذه لكم ولمن جاء من بعدكم. فقال عمر كثر خير الله وطاب، يعني يوم عرفة بيتميز بالإيه؟ بالمغفرة ويتميز بالرضوان والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرب الإنسان يوم عرفة دعا واستغفر وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنبه. أنت فهماني؟ هذه واحدة. كذلك يوم عرفة من يوم اكتمال الدين، يعني لما نزل قول الله تبارك وتعالى. حاجة يا دكتور عايزة بس استوقفك فيها هنا. في ناس بيجي عليها ايام، يعني على ما سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم او ما قرات انه كان بيصوم سنه في عرفه وسنه تانية ما كانش بيصومها. احنا اتعودنا او كبرنا على اننا ايه، يوم عرفه ده يوم لازم نصومه، بغض النظر بقى عن اننا ما بنصومش ال10 ايام الاوائل من ذي الحجه، لكن يوم عرفه ده انا كنت بحس ان هو ايه، فرض عندنا ان احنا لازم بنصومه. هل هو فرض ولا سنة ولا هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصومه سنة وسنة لأ، على أساس إن هو يقول لأمته إن هو مش فرض ولا لا؟ هو يعني هو لابد إن احنا نوضح المفهوم. هو ليس بفرض وإنما هو سنة ومستحب في مستحبة، واخد بالك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة قادمة وسنة قابلة، يعني سنة ماضية وسنة قابلة. انت فاهماني؟ يعني يكفر سنتين. وقالوا أن يوم عرفة هو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى العلماء استوقفوا الأيام
وقارنوا حتى بيوم عاشوراء ويوم عرفة، فقالوا أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء، لأن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم حينما ننتسب إليه، حتى في شراكة الفضل والأعمال إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تشريعه للأعمال وفي نداءاته وفي أقواله للأمة الإسلامية. هذا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو يبين بلا فخر ويقول: نحن الأولون السابقون يوم القيامة. فماني يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء آخر الأنبياء ونزل عليه الكتاب وآخر الكتب، مع أنه هو بيقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أنت فهماني؟ أيوة. وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة، وأول من يحمل لواء الحمد يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وآتيناهم من بعدهم. يعني الكتب السماوية نزلت على سيدنا موسى ونزلت على سيدنا عيسى وغير ذلك من الأنبياء وإلى أقوامهم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب وهو القرآن الكريم، وآخر النبيين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يتقدمهم يوم القيامة ويكون شفيعا للأمم وشفيعا للناس جميعا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني نزلت عليهم الكتب من قبلنا. ودي تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن الأنبياء إخوانه الأنبياء وإنزال الكتب عليهم. أنت فهماني؟ وآتيناهم من بعدهم، يعني الكتاب نزل، القرآن الكريم نزل آخر الكتب يعني. وهذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني ننتسب في هذا اليوم. كذلك من يوم عرفة يا أستاذة بشرى، إن يوم عرفة يوم الشاهد، كما قال الله سبحانه وتعالى هو أصدق وشاهد ومشهود. أنت فهماني؟ فيوم عرفة فيوم عرفة يعني يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعد بعده. أنت فهماني؟ أصلا أنا سمعتها سنتين، إن سنتين قبله، لكن لا سنة قبله وسنة بعد. سنة قبله وسنة بعد. فهذا يدل يعني على يوم عرفة يوم العتق من النار. ما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. فلم يرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، يباهي فيه الله سبحانه وتعالى ملائكته بعباده. انت فاهماني؟ يعني الملائكه بتبقى حاضره وربنا سبحانه وتعالى يقول لهم انظروا بقى، انظروا الى عبادي وانظروا الى اهل الارض. كذلك من فضائل يوم عرفه يا استاذه بشرى هو من يوم الاكتمال للدين، يعني كان اكتمال لهذا الدين وبيان واضح. فحينما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات في حجة الوداع، نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية هي الخاتمة والكاملة لهذا الدين العظيم. فهماني؟ وبعدها مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء فسمع رجلا يهوديا هذه الآية، فجاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، والله إن في كتابكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيد. أنت فهماني؟ قال: ما هي؟ وما هي هذه الآية يا دكتور؟ قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفهمني؟ فقال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. أعلم أنها نزلت على أين نزلت؟ على جبل عرفات، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا. أنت فهمني؟ معانا اتصال، معلش يا دكتور ثانية. اتفضلي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب، أتعرف بيك. ازيك يا أستاذ؟ معاك محمد أبو زهرة من الغربية. أستاذ محمد اتفضل. ازيك يا
استاذه بشرى، ازيك يا شيخنا الفاضل؟ اهلا اهلا بالاستاذ محمد. دكتور عصام، انا متابع حضرتك ومعجب بحضرتك جدا، وكل سنه وحضرتك طيب. وانا بتصل بحضرتك بانما ان انتوا بتتكلموا عن الاعمال الصالحه والعشر ايام الاخرى يعني، واحنا في اولهم. الله يبارك فيك يا سيدي. فكان ليا يعني استفسار كده عند حضرتك او فتوى. هي بره الموضوع شويه، بس هي فتوى تهم ناس كتير يعني وكده. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ محمد. بس معلش يا ريت يعني صدر حضرتك يتسع لينا وتسمعوني النهايه، معلش وما تفصلوش الاتصال، معلش. اتفضل سؤالك يا استاذ محمد واحنا معاك. شكرا يا استاذه بشرى، والهوا مفتوح. مفتوح. حضرتك يا استاذه بشرى جدا، والغربيه كلها القضيه بتاع حضرتك لما نزلت فيها الناس كلها مبسوطه من حضرتك. ربنا يخليك. وهقول لحضرتك ما تيأسيش ان شاء الله ان شاء الله. يعني ربنا يوصل صوت الغلابه مع حضرتك، بس يعني الموضوع ممكن ياخد وقت شويه. ربنا يديك الصحه يا استاذ محمد، واحنا الكنترول معاك، واتفضل وقول اللي انت عايزه. شكرا لذوقكم. انا دلوقتي عندي في البلد بيواجهنا مشاكل زي مثلا شيخ الحاره، او بيسموه في الريف شيخ البلد. الموضوع ان شيخ البلد ده يعني اولا بيختاروه ناس في الحكومه او مثلا في هيئه معينه بتختاره، مش بيتعمل عليه تصويت ولا كده. فطبعا المحب يعني لو ينفع صوتنا يوصل ونقول ان يعملوا عليه اختيار ويردوا راي الناس، ده شيء كويس برضك يعني، لان هو بقى عامل مهم وهو يعني كله بياخد برايه هو، ان كان في تحريات او في اي حاجه بياخدوا برايه، فلازم يكون اهل الثقه لكل الناس. ما هو لازم يكون اهل الثقه عشان كلمته هي اللي بيتاخد عليها، تحرياته هي اللي بيتاخد عليها. الناس هي اللي عارفه مين اهل الثقه. لو سالوا الناس هتقول يعني زي ما بنختار في الدستور وبتاخدوا راينا في كل حاجه، يا ريت يعملوا لنا نظام جديد ياخدوا راينا في شيخ البلد بس. ده حاجه انا عايز اقول ان بتبقى في ناس لها حقوق عند ناس قويه مش قادره تاخدها، فلما بيتمكنوا منها فبيوصلوا بعد كده ان هم يقولوا لهم تعالوا اقعدوا قعده عرفيه. طب لما راحوا قعدوا القعده العرفيه توعدوا بالحل وانه حقهم يرجع لهم، بعد كده بيجي حقهم ما بيرجعش، فبيرجعوا مثلا للشيخ الحاره او شيخ البلد يقولوا له ما التزمش وما عملش، يقول لهم والله مش في ايدي، ارجعوا بقى للمسؤولين او كده. هل هو كده مخطئ؟ القعدات يجوز عليهم، معلش يا استاذه معلش اتفضل. هل يجوز عليهم يعني الحديث الكريم وضع الحق بينهم، يعني لعن الله قوم ضاع الحق بينهم، ولا هو ما يطبقش عليه الكلام ده بس؟ حاضر يا استاذ محمد، الشيخ هيرد على حضرتك، وشرفتنا بالاتصال، وكل سنه وحضرتك طيب. والله هو ضياع الحق يعني هو بيتكلم على صورة ان واحد مثلا شيخ بلد ضمن ناس ان هو يرجع لهم الحق. هو بيتكلم بما اننا في ال10 ايام من ذي الحجه واحنا بنتكلم عن العمل الصالح، فهو بيقول ان يعمل ايه في حاجه زي كده في شيخ بلد. هو الناس بتاخد على تحرياته هو، وبتاخد على كلمته هو، وهو ما ردش ليهم المظلمه بتاعتهم. والله دي مشكله كبيره. فهو بيقول ان الشيخ ده يعني هو زي ما يقول عايز يوجه رساله للمسؤولين ان هم ينتخبوا ويعملوا انتخابات لشيخ الحاره ما يجيش بالتزكيه. يعني دي كل الفكره ايه بتاعته في حته شيخ الحاره، لكن هو عايز يعرف القعدات العرفيه اللي هي ما جابتلوش حقه ديت تيجي ازاي. او يا دكتوره بشرى، طبعا هو بيتكلم على حته ان هو واحد ضمن يعني حق وما رجعهوش، يعني فهماني؟ يعني ضمن حق ناس، وبعدين لما الناس طلعت وتمكنوا ما خدش الحق ورجعه لاصحابه. انت فهماني؟ دي ضياع الحق ده مشكله كبيره جدا في الاسلام. انت واخد بالك؟ والمسألة دي مسألة ظلم يعني. أيوة طبعا. ده ركون إلى الظلم، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. بمجرد تغيير الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ده مشكلة كبيرة جدا. واخد بال حضرتك؟ فالمفروض إيه؟ يكون في الموضوع دي أهل الحل والعقد، يعني يجيبوا الناس اللي هي أصلح للمكان، الحكيمة بمعنى أصح، الحكيمة في اللي هي عندها حكمة في التعامل، وعندها لين في الكلام، مش اللي هي ما تعملش مشاكل بين الطرفين، لأن لو جابوا حد مثلا بيشد في الكلام أكيد هيعملوا. يا دكتورة بشرى، أنت عارفة الموضوع المصلح
مش اي حد، يعني مش اي واحد كده يبقى مصلح، او اي حد ربنا يصلح على ايديه اشياء كتيره. انا أنت يمكن يا فاهماني؟ دكتور، يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان في ناس بتبقى هي يعني متبعه مبدأ فرق تسد. اه بمعنى، يعني انا نزلت بمناسبه القضيه اللي هو بيتكلم عليها بتاعت الغربيه دي، من الواضح ان هو من الغربيه. يعني لما تيجي تشوف المواضيع لما جم يحلوا، الناس ممكن تكون لما بتحس ان الموضوع هيتحل بيروحوا جايين قايلين اي كلمه عشان الناس تتفركش تاني. انا فاهم مقصدك. فلو ما كانش في حد حكيم في الوقت ده، مم. بيتهيألي انا شايفه ان مش هيبقى في حل، وهتبقى مجازر واهل في اماكن. اهل الحل والعقد في كل المجالات، يعني في مجال الاصلاح، في مجال التعليم، في مجال الطب، في مجال كل حاجه، في مجال الصنعه، في اي حاجه. انتوا واخدين بال حضرتك؟ ففي دور الاصلاح مش اي حد يقوم بعمليه الاصلاح، انت فاهماني؟ الا اذا كان انطبقت فيه شروط شرعيه. انت واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني ان يكون الرجل صالحا عارفا بالله تبارك وتعالى، يعني عنده خلفيه بالكتاب والسنه. انت واخد بالك؟ مش اي واحد تجيبيه كده يصلح بين الناس وينصلح. لمجرد ان هو يعرفهم، لا. لا لا، ممكن ما يجريش. ممكن يميل اتجاه واتجاه تاني. ممكن على حسب رؤيته هو. انت واخد بال حضرتك؟ في ظنه ان هو بيعدل وبيصلح وهو بيظلم وبيفسد. انت واخد بال حضرتك؟ ولذلك لما ارسل سيدنا عمر بن الخطاب رجل ليصلح بين طرفين، زوج وزوج، انت واخد بالك؟ فرد المصلح بدون ان يصلح الزوجين. انت فاهماني؟ فسيدنا عمر مسك الدره وضرب الرجل، فتعجب الصحابه، يا ما له يا امير المؤمنين، ما هو ذنبه ايه يعني؟ ليه ما اصلحش؟ ليه ما اصلحش؟ قال اما يعلم ان في قول الله تبارك وتعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. انت خد بالك؟ يعني النيه الباعثه الاول على الصلح. يعني لو يعني اللي رايح نيته يصلح هيصلح، ربنا هيصلح. هيجري الصلح على فهي يديه. الاعمال فعلا بالنيات. انت خد بالك؟ النيه ما دام والتوفيق برضه يا دكتور، برضه التوفيق من عند والتوفيق ربنا. ما هي يعني ما هو ربك رب قلوب برضه، زي ما احنا بنقول، هنرجع للنقطه هي دي، مجموعة، ان ربنا لو شايف ان النيه خير هيصلح، ما هي مجموعه وهيوفق اللي رايح ده يا دكتوره، يصلح. هي مجموعه شروط متطابقه على بعضها: النيه الصالحه، سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق، العلم بالكتاب والسنه. كل الامور دي بحالها كلها لما تكون متطابقه في مصلح. انت بيصلح بين اطراف. النهارده بيروح يصلح يفسد وبياخد فلوس، يعني بياخد فلوس من طرف وبيرجع طرف تاني، وبعدين يضيع يلف بيهم هم الاثنين. ومين قال لك ان هو مش شغال على الطرفين اساسا؟ انت فاهم؟ ما هو لو دي اخلاقه، ما هو كده يبقى شغال على يعني دي في المجالس العرفيه. وانا شفت كتير جدا وسمحت ان بياخدوا المرضي بياخد فلوس وبغير كلمه الحج. بس في مجالس عرفية محترمة جدا، نعم، لا نشكك فيها. في مجالس وعندها حكمة في التعامل طبعا، ولين في الكلام، واخلاق عالية جدا جدا، طبعا، لدرجة ان ممكن الجلسة تتحل من اول جلسة. ليه بقى؟ يعني الموضوع يتحل من اول ليه؟ جلسة. لانه لله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى. انت خد بالك؟ بدات الجلسه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الاصلاح لله. انت خد بالك؟ لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. اسمعي بقى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يعني اجر كبير ملهوش عدد. انت واخد بالك؟ فاذا مساله الاصلاح بين الاطراف ديت مساله كبيره يعني. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنواصل لقائنا مع دكتور عصام مبروك، الإمام والداعية من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. دلوقتي يا دكتور موضوعنا عن الأضحية. شروط الأضحية وثوابها عند ربنا إيه؟ هو فضل الأضحية له يعني فضل عظيم وفضل كبير جدا. واخد بال حضرتك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر من هراقة دم، وإن الدم لا يقع عند الله تبارك وتعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض،
وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها فطيبوا بها نفسها. يعني شرعت الأضحية لإطابة النفس وسد حاجة النفس في ذلك اليوم بالأكل والشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. أنت فاهماني؟ فالأضحية طبعا لها فضل كبير جدا. أنت حضرتك؟ طب يا دكتور، أنا جالي على إيميل البرنامج واحدة بتسأل بتقول: أنا جوزي هي أرملة، وبتقول إن جوزها كان بيضحي طول السنين اللي هو كان عايش فيها. لما جت توفى هو ما تركش ليها أي ميراث ولا أي حاجة غير المعاش بتاعه. فهي بتقول أنا دلوقتي المعاش بظروف الحياة اللي احنا فيها، المعاش يعتبر ما بيكفيش بيكفيها وساترها، لكن ما ينفع يعني ايه، ما يكفيش ان هي ممكن تعمل اضحيه وتواصل العمل اللي هو كان بيعمله لله. هل هي كأرملة في الظروف دي تتصدق او ان هي تضحي وتكمل مسيره جوزها خلاص، ولا ايه حكمها في الوقت ده؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. هي ما عندهاش سعه انها تضحي، ولابد ان تعلم وهذا الكلام لهذه المرأة وللأمة جميعا، إن اللي هو ما عندوش قدرة أو سعة على إتيان الأضحية وذبحها وكده، لابد أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عنه. فمن حديث جابر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صفاحهما، أي على صدرهما يعني، وقال في الأول، في الكبش الأول: اللهم إن هذا عن أمتي. قال لي الأول: بسم الله الله أكبر، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم إن هذا عن أمتي وعن من لم يضحي من أمتي. يعني لابد ان هي تستبشر خير ما دام ما عندهاش سعه ولا عندها مقدره. اي واحد ايا كان يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عنه. والكبش الثاني قال: اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد. طب كان في يا دكتور في الفترة اللي فاتت خبر متداول على السوشيال ميديا بيقول، أو فتوى لدار الإفتاء، إنه يجوز للمسيحي أو لغير المسلم، مش هنقول المسيحي، لغير المسلم، إن هو يشارك معانا في الأضحية. يعني مثلا لو هي البقرة مثلا بتبقى معروفة إن هي السبعة أو أقل أو أزيد، يجوز إن هو يشارك لغير المسلم إن هو يشارك معانا في الأضحية. هل ده فعلا يجوز ولا ايه؟ والله يا استاذه يا دكتوره بشرى، طبعا يعني احنا خلي بالك في مسائل فتن كتيره جدا، واسئله الغرض من وراءها امور كتيره جدا سيئه. انت واخد بال حضرتك؟ فالفتوى اللي مثلا زي ديت مثلا يقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا بص يا دكتور، منسكا. هو الله أعلم إن كان يعني بص، موضوع بيتداول اللي دلوقتي الحوارات اللي بيننا اللي هي السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي. فطالما موضوع بيطرح على السوشيال ميديا، فاحنا لازم احنا كإعلام إن احنا بنناقشه وبنطرحه. ما هواش إن احنا بنقول إن ده أمر واقع، لا، احنا بنقول رأي الدين فيه إيه. ويا ريت يكون الغرض من السائل من وراء هذا السؤال هو الغرض الطيب. الطيب يعني طبعا. والغرض ما يكونش من وراه حتى لا تكون، عشان نشيل اللغط. نعم، حتى لا تكون فتنة في الدين. انت واخد بال حضرتك؟ فلا يجوز، يعني رأي الدين في هذه المسألة، لا يجوز لغير المسلمين أن يشاركوا المسلمين في أضحيتهم. ليه؟ لأن هذا منسك، واخد بال حضرتك؟ منسك كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم نسكوا. فكل أمة، يعني اليهود لهم مناسك، والنصارى لهم مناسك، والمسلمين لهم مناسك. حتى لما قال سيدنا إبراهيم: وأرنا مناسكنا، انت بالك، كان من ضمن الهدي في الحج والأضحية إن دي منسك، يعني من نسك يعني في الدين. يعني يا دكتور، الغير المسلم ما يشتركش معانا في الأضحية؟ لا يشارك، لأن الأضحية عبادة. طب ثانية واحدة، حتى لو مثلا هياخد
الاضحيه دي ومثلا للاكل عنده، ان هو واخدها لبيته حتى مثلا؟ ولو للأكل لا يجوز مشاركة غير المسلمين في أمر تعبدي لله تبارك وتعالى. يعني الأضحية دي عبادة، انت فاهماني؟ بيتقرب بها المضحي إلى مين؟ إلى الله عز وجل. فلا يجوز أن يكون هناك مشاركة، فهماني، في هذه العبادة، لأن أنت بتقصد بها مين؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت فاهمني؟ فلا يجوز إن أي واحد يتدخل في عبادة. حتى لما ابن عباس بيقول إيه؟ يعني لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم نسكوه، المنسك هنا كما قال ابن عباس اللي هو الذبح، يعني الذبح يعني اللي هو المقصود بها الأضحية. لكن يجوز ان هم ياكلوا من الاضحيه بتاعتنا عادي، يجوز ان احنا نتصدق عليهم، يجوز وقد وقع او ذلك. هدايا. نعم يعني يجوز. في جاري مثلا مسيحي، انا مثلا بديله من جزء الهدايا بتاعي. نعم يجوز كجار. وقد وقع ذلك في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، ان حينما كان هناك فضول الاضاحي، يعني بقيت لحم كثير جدا، فقال له الرجل لنا جار يهودي، قال فبه فابدأ. انت فاهماني؟ يعني ارسل له واطعمه ومفيش اي مشكله، لان سعه الدين بتاعنا تشمل كل جميع الاديان، وتشمل المسلم وغير المسلم وكده، في كل المواضع الانتفاع، يعني في كل مواضع النفع يعني. طب ايه هي العيوب اللي بتبطل الاضحيه يا دكتور؟ يعني ايه هنا الحاجه اللي تبطل اضحيتي؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض على المضحي ان هو يكون عنده فقه الاضاحي، يعني ما يجيبش اي حاجه كده وخلاص او كذا، لازم يكون المضحي ده فاهم هو بيعمل ايه. انت فاهماني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ فيهن الاضاحي: العوراء البين عورها، والمريضه البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثير التي لا تنقي، يعني التي لا مخ لها. ازاي؟ يعني واحده مثلا عنده اضحيه هي جائزه، يعني خلي بالك برضو، يعني بس قررها العلماء قالوا انها مكروه يعني، ولكن ان وقعت من المضحي جائزه. انت فاهماني؟ والنهي هنا مش نهي تحريم، انت فاهماني؟ عشان بس ايه يكون فاهم لدى الناس فاهمه يعني. واخد بال حضرتك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد حينما تتقرب الى الله عز وجل بهذه القربه لابد ان تكون على احسن حال. انت واخد بالك؟ يعني مش عرجاء لافته للنظر او ملهاش مخ، مثلا مخها ضربته، يعني تكون احسن حاجه انت تتقرب بيها لله. الهدي واحلى صوره الاضحيه في القرب الى الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يحب أثر نعمته على عبده، ويرى أن الجمال الشيء اللي بيتعبد به ويتقرب إلى الله عز وجل يكون في أجمل حال وأجمل صورة. ونعم بالله. حلقتنا انتهت يا دكتور، كان نفسنا نطول طبعا مع حضرتك اكتر، وباذن الله يكون لينا معاك حلقات تانية الله يبارك فيك يا دكتوره بشرى، وانا بنهنيكي طبعا على حصولك درجه الدكتوراه من تركيا من جامعه لهابي. الله يخليك يا دكتور، انا سعيد بك جدا ولقائك والساده المشاهدين، كل عام بخير ان شاء الله. وانت بخير يا دكتور. اعزائي المشاهدين، كان معكم بنشكر دكتور عصام مبروك من علماء الازهر الشريف ووزاره الاوقاف، كان معكم على الهواء مباشره بشرى الورداني، والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله.